أجل كل من شاركونا نفس الحلم، نفس الألم والأمل. وفي الجو في نهاية استاد القاهرة الكبير مصر كلها تعلنها. الدوري فين؟ الدوري فين؟ الدوري في بيت عقبة. اللي حصل السنه اللي فاتت في الدوري يخليك عندك ثقه في اي حاجه تحصل. الزمالك نادي لا منطق على مر العصور كلها جمهور نادي الزمالك جمهور مختلف. لا يمكن تغفل اللي انت تحط اسم نادي الزمالك في المنافسه. كل الناس اللي بتتكلم علينا ان احنا هنبقى مش احسن حاجه والكلام ده كله، لا احنا كنا هدفنا واحد. محدش كان مصدقنا ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها. كناش حاطين في دماغنا كل الكلام السلبي اللي بيتقال. الناس دي نوريها ان الزمالك ايا كان ظروفه ايه، ايا كان اللعيبه اللي بتلعب ايه او موجوده ايه، الزمالك هو زمالك، والزمالك طول عمره كبير. ايا كان مين بيلعب، اي حد لابس تيشيرت الزمالك، تيشيرت الزمالك وراه جمهور كبير جدا، ما ينفعش ما تحطش الزمالك في المنافسه. مع بداية كل موسم بنحس بمشاعر مختلفة، عيد لكل واحد فينا. بنرجع للمكان اللي بنحبه وورا الحاجة اللي بنحبها، بنرجع ورا الزمالك، راجعين وسط أغلى ناس في حياتنا، كنز ومكسب رحلتنا. الزمالك هو الحاجة اللي بنستناها وشغفنا معاه بيكون في السما. كمان الاغنيه دي تبقى بتتغنى السنه دي، هي كانك بتكتب فيلم، فانت عارف اللي هيحصل من اوله وعارف نهايته ايه. هي الحدوته بدات من اول الموسم، الناس بتغنيها واحنا معناش حاجه. هي دي عظمه الاغنيه دي، اللي احنا بنغني سمعنا يا عم الحدوته واحنا معناش حاجه. لكن بداية الموسم ده تحديدا كانت مختلفة، بعد ما شككوا في اسم وتاريخ الزمالك وربطوا شخصية الفريق بأسامي وأشخاص، وكله كان بيتوقع إن الزمالك هيقع وهيفقد جزء كبير من شخصيته وقوته. بدايه موسم كانت الناس كلها بتتكلم عليه ان الزمالك مش في المنافسه، وان الزمالك لو نهى خامس او سادس ده كويس عليه جدا، بناء على ان انت بتقابل خصمين عاملين صفقات بمليارات. ان كل سنه الزمالك بياخد فيها الدوري بيبقى هو ده الكلام هو اللي بيتقال عامه، ان الزمالك بعيد عن المنافسه والزمالك مش هيقدر ينافس. كل المعطيات وكل الحاجات اللي حوالينا بتقول ان الزمالك هيفنش سابع تعمل حاجه. ممكن يطلع يكمل بس مش هينافس بشكل كبير. موضوع الأراضي وموضوع وقف القيد وموضوع الفلوس اللي علينا ديت، المديونيات اللي كانت على الزمالك. لكن الجمهور الزمالك فضل مكمل، الوايت نايتس فضلوا مصدقين. تقريبا 20 سنه لحد النهارده انا كنت موجود فيها في النادي، مر بظروف صعبه كتير جدا. الحقيقه اللي مخلي النادي من وجهه نظري واقف على رجله لحد النهارده هو الجمهور. اللي ممكن يعمل حاجه مش طبيعيه ده تاريخ نادي الزمالك، فممكن يعرفوا تاريخ نادي الزمالك كويس. كله كان بيتكلم وبيمجد في منافس صارف مليارات، لكن احنا هنا عشان نقول للكل اننا هنكسب الدوري، وان قوة الزمالك عمرها ما كانت مرتبطة باشخاص، وان دايما من رحم المعاناة بتولد البطولة. الاصرار والعزيمة والايمان عنوان رحلتنا لاخر ثانية. احنا جايين النهاردة علشان نقول للكل اننا هنحارب على الدوري. ايقاف جديد لنادي الزمالك، ايقاف قيد جديد لنادي الزمالك، وده طبعا سبب قلق كبير جدا عند جماهير نادي الزمالك النهارده. الزمالك مش هيعمل حاجه السنه دي، كل سنه وانت طيب. بيراميدز ولا الاهلي اللي هياخد الدوري؟ الزمالك ان شاء الله. الزمالك هيرجع زي الاول والزمالك هيستقر. نادي الزمالك ده يا جماعه من غير الكره تقفل. والزمالك هنشوفه في الصداره في نهايه الموسم. الزمالك هيرجع لمكانته الطبيعيه. حطوها حلقه في ودانكم، هيرجع لحالته الطبيعيه. انا بقول لك هتخسروا السنه دي نتيجه للظروف اللي بنمر بيها. في جمهور قوي بيوفر اللعيبه. ايوه الجمهور هيعمل ايه؟ الجمهور هينزل يلعب. وبالرغم من كل الصعوبات والظروف اللي ممكن تكون في طريق الزمالك وكلام الكل عن استحالة المنافسة، لكن احنا هنا لسه واقفين بنراهن على اسم الزمالك، بنراهن على تاريخ وهوية كبيرة مستحيل تنكسر.
اكبر من اي حد واقوى من اي كلام، وجايين النهارده من اول جوله علشان نعمل اللي متعودين عليه، ومصدقين اننا هنعمل اللي كله قال عليه مستحيل، وكل اللي شكك في قدراتنا وقلل من وجودنا. النهارده البدايه، هنحارب وهنكسب، هي دي حكايتنا. وجمهور نادي الزمالك جمهور مختلف، يعني مرينا بظروف صعبه كتير جدا، كان الجمهور على طول في ظهرنا بيساند سواء في مصر او بره مصر، فجمهور الزمالك مختلف بصراحه عن اي جمهور تاني. وببقى عارف جمهور الزمالك ازاي بيصدق في فرقته، بيصدق في لعيبته، وبالنسبه لنا جمهور نادي الزمالك هو بالنسبه لنا اللعيب رقم واحد. بس هو سيزون بدايته كان فيه معنى اكبر، اللي هو معنى العيله، ان لازم كله يتحد عشان خاطر الزمالك من اول الموسم، سواء الجمهور سواء الاداره سواء اللعيبه سواء القدامى، اي حد بينتمي للزمالك لازم كله يبقى عيله واحده. فاي حد كان قبل بدايه السيزون مع اول اسبوعين 3 ادائنا في الدوري، ادائنا حتى مع المكسب، انا فاكر اول ماتش كان ماتش سيراميكا، جول شحاته لنص الملعب حتى مع المكسب. الجول ده يعني من اجمل الاهداف اللي انا جبتها في تاريخي. يعني انت لما بتروح الاستاد كل ماتش وكل الناس بتقول انك مش بتنافس، وتروح كل ماتش الفرقه الوحيده في الدوري اللي موجوده في كل استاد في مصر كان جمهور الزمالك. فانا كلاعب وانا بنزل الملعب اشوف جمهوري كده بيديني طاقه غير طبيعيه اللي انا هادي 200%. الامور يعني بالنسبه كمحللين حتى محايدين هيقول لك طبعا الاهلي هو الاقرب، يليه البيراميدز يليه الزمالك، وده بصراحه واقعيا على ارض الواقع ده هو يعني كان طبيعي يعني. بتزيد المشاكل والقضايا وايقافات القيد اللي بتزود من صعوبه الوضع جوه النادي. اليأس بيبدأ يتسرب واحده واحده جوه نفوس جماهير الزمالك، لكن احنا هنا عشان نموت اي لحظه يأس ونقفل اي باب هيجيلنا منه حاله تهمدنا. لسه مؤمنين بدورنا، مؤمنين ان محدش هيحمي النادي ده غيرنا، ومحدش هيصحح الاوضاع ويرجع الامل يعيش جوه الناس غيرنا. احنا وبس اللي هنخليه لسه عايش. وانا رايح الماتشات بفتح موبايلي ايقاف قيد 10 على الزمالك، ايقاف قيد 11 على الزمالك. عمري الموسم ده ما دخلت ماتش لقيت حد من جمهور الزمالك بيجيبوا سيره ان النهارده الزمالك عنده ايقاف قيد. بتشجيعك هو اللي احنا ما قلناش غيره، احنا هنعمل كده. احنا جايين في الطريق كلنا ماسكين موبايلاتنا ايقاف قيد 11 على الزمالك، احنا عندنا ماتش النهارده هنعمل ايه؟ مفيش حاجه. جمهور مقتنع وفاهم ومتاثر بكلمه هتجيب المكسب بصوتك، هتجيب الفوز بصوتك. اللعيبه كلها شبه بعض، اللي بيفرق ده عنده روح وده مش عنده روح، ده عنده جماهير عندهم قلب ومصدقينك زي جمهور الزمالك مع عمل الملحمه السنه اللي فاتت دي، فانت لازم تطلع 200%. هو اللي بيحرك اي صخره وبيخلي اللاعب يطلع كل ما عنده، فهو الدعم الرئيسي لينا اولا يعني. الحاجه الثابته الوحيده العلاقه ما بين الجمهور وما بين اللعيبه، احنا كنا مصدقين من اول ماتش في الموسم، كنا شايفين وحاسين دوت بصراحه، والله مش كلام بيتقال وخلاص، ان السنه دي لا في حاجه مختلفه. رساله المجموعه كانت واضحه من اللحظه الاولى، محدش بيخسر كل حاجه وهو في ظهره جماهيره. الزمالك عمره ما هيقع طول ما احنا واقفين رافعين رايه، رافضين اي محاوله من محاولات زرع اليأس جوانا. احنا هنا ومكملين ومش هنموت. ورحت اول ماتش في الدوري كان قدام المقاولين، والناس دي عملت كده، اللي الناس لازم تفهم اللي التكريم في الحته دي. لما شفت صورتي في المدرج
ده اعظم حاجه حصلت. المختلف في الصناره اللي في استاد القاهره اللي انا كنت بطلت كوره، فدي الوايت نايتس بيدي رساله للناس اللي القصه هنا يا جماعه. التيشيرت اللي انت لابسه ده بتاع الزمالك، لو انت بجد اخلصت وموتت نفسك وفعلا كنت بتدي كل حاجه عندك عشان خاطر التيشيرت الزمالك، الناس دي ما بتنساش حد، الناس ما بتنساش. والتكريم زي ما بقول مش بالفلوس، التقدير بيجي من هنا. فالوايت نايتس اللي هم يعملوا حاجه زي دي بتخلي كل حد موجود في الملعب لوقتنا هذا بيموت نفسه عشان يوم من الايام يتعمل له نفس القصه دي. انا والوايت نايتس بدات من واحنا عيال صغيره لحد ما اترفعت السناره في استاد القاهره وشيكا بيبطل كوره. الجمهور من اول السنه جبار يعني. انا اول ماتش ليا في ماتش المصري، اول 45 دقيقه ليا الجمهور هتف باسمي، فده اداني ثقه غير طبيعيه يعني باقي السنه كلها، مش في الماتش ده بس كمان. المجد بيتكتب بعرق الفرسان، بالحلم اللي بيصدقوه والامل اللي بيخلقوه لنفسهم وسط المعركه، بكل حاجه يقدروا يعملوها يغيروا بيها بوصله الواقع، ومين غيرنا يقدر. ابني من ضمن الناس اللي هي بتروح المدرج وبتروح تالتة يمين، على الرغم ان انا قادر اجيب له مقصوره وقادر اجيب له، فبساله يعني طب ايه؟ قال لي يا بابي ده ناس ولاد ناس قوي، مش ناس من الناس اللي هي ممكن تقول ان هم ناس، لا ولاد ناس فعلا. كل ماتش الناس دي ما ينفعش تروح علينا، الناس دي بتسافر لنا، بنلعب بره مصر بتبقى موجوده في مصر، في اسكندريه، في السويس، في ايا كان. يمكن الناس بتشوف المشاهد النهائيه لكن محدش مدرك كويس احنا وصلنا لهنا ازاي، جايين من بعيد ورافعين اسم الوايت نايتس ورايه الزمالك بعد كل حاجه مرينا بيها. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد اعتزال شيكا وعبد الشافي يمكن فقدنا 2 من اساطير نادي الزمالك. انك تفقد 2 مره واحده من الاساطير ومن ناس من النجوم في الفرقه وفي تاريخ النادي ممكن كانت تعمل شويه يعني عدم استقرار او هزه شويه في اوضه اللبس، بس الحمد لله برضو الواحد كان محظوظ ان هو معاه جيل من اللعيبه الرجاله اللي هي قدرت تساعدني بشكل كبير جدا ان احنا يعني نحافظ على اوضه اللبس. فده كان بيتعكس علينا وبيسهل مأموريتنا احنا جوه النادي، اللي كان اي حد بيخش من بره نادي الزمالك يخش جوه فرقه نادي الزمالك، حتى لو هو كان جاي ميوله ما بيشجعش الزمالك كان بيحب الزمالك، ولحد دلوقتي بيفضل يتكلم على جمهور نادي الزمالك وازاي نادي الزمالك من جوه احنا عيله بجد، وازاي بنحب بعض، وازاي بجد بنحب الزمالك. خدوها مننا من الناس اللي فوق دي واحنا لما كنا في اوضه اللبس في الفرقه. مدرج الزمالك دايما هو بوصله الصح،
وهو اللي بيحمي حقوق النادي وجماهيره، وهو اللي قادر يعيد الامور لصوابها في وقت غفله من الكل. وفي بعض الاحيان لازم تحصل مواقف مننا تقول لكل اللي بيشوفوا المشهد ان في حاجه غلط ومش هنقبل انها تحصل او تستمر، ودايما بيكون الهدف التصحيح مش هد المعبد. لا طبعا الجمهور وقت ما هاجمني في الماتش بتاع افريقيا هو طبعا حقهم، شايفين ابن النادي وكده بيحبوه ونفسهم يكون موجود، وانا اكيد طبعا نفسي اكون موجود. لما اجي ازعل اللعيب على الاقل حتى لو حد يوصل له الرساله يقول له اللي صلاح الكفيف بيزعلك، خلي عندك دم وحس وموت نفسك والعب بروح التيشيرت اللي انت لابسه. عم صلاح كفيف وعادي ممكن يقعد في البيت يسمع الماتشات، انا باجي ورا الزمالك وهكون موجود بصوته. لما يلاقي لعيب اللي جنبه بيقول له اللعيب ده مقصر بيقعد يزعق له، يقول لك انا بصوتي وانا واقف في الاستاد لو سمعني يحس بالناس. احنا ورانا جماهير واعيه ولازم نموت نفسينا عشان خاطر الناس اللي هي بتعرف امتى بتفرق امتى ان احنا يشتموا لعيبتهم او ما يشتمهمش. احنا كده دي حكايتنا ودي قصتنا، ان احنا دايما بنلف ورا الزمالك في اي حته. عندنا رحله اول ماتش بيراميدز كلنا كنا داخلين بالروح، كنا مصدقين نفسنا وكنا مؤمنين ان احنا اللي هنجيب الماتش، وده اللي حصل. وزي ما قلنا قبل الماتش ان في كل موقف احنا دايما بنبقى مؤمنين بيه ومؤمنين بالزمالك، احنا ربنا بيوفقنا وبنقدر نحقق اللي احنا عايزينه. دارت الايام وانا فاضل لك، انت مهما كان هكون ضلك، انت حبي الوحيد وانا شبهك فارس بحالي. دي اكبر نعمه انا مريت بيها في حياتي، وسايب بقى ورث كبير لاولادي وعيلتي بعد ما نبطل ونروح لربنا. لان الزمالك برضو هيجي عيد ميلادي، نادي الزمالك هو اللي هيكرمك وانت مش موجود. فنادي الزمالك ده بالنسبه لي انا هو حياتي يعني. صحينا في يوم على خبر وفاه واحد من اللي اخلصوا النادي، من الناس اللي يستاهل يتقال عليهم كلمه رمز، من اللي ياما ضحوا علشان تيشيرت الزمالك ولعبوا برجوله عشان يرفعوا اسمه ويحفظوا رايته، اللي لعب بشقاه وعرقه، الكنت محمد صبري. كابتن من جمهور نادي الزمالك ده ما يضيعوش اي حاجه ولا وقت، ولا حتى لو اخرت نفسك سنتين ثلاثه الحمد لله يعني. ماذا يعني نادي الزمالك لمحمد صبري؟ كل حاجه. واحد من حواديت نادي الزمالك وسطر من سطور تاريخه، واحد من جماهير النادي قبل ما يروح النادي، وزي ما قال الزمالك اكبر نعمه مر بيها في حياته وسايبها ورث لاولاده. الزمالك هو اللي خلى نجم، والزمالك هو اللي هيكرمك وانت مش موجود. الله يرحم صبري يستاهل ده، ولاده يستاهلوا ده، يستاهلوا ان هم يحسوا ان ابوهم فعلا تعب في الفانلة دي وجمهوره مقدره ومكرمه. فشكرا لكل واحد عمل اليوم ده، شكرا لجمهور الزمالك بجد، لان احنا حسينا كلنا بالتكريم في صورة صبري الله يرحمه. لكن دخلت من هنا سمعت صوت الناس دي كلها، وبصيت على المدرج لقيت فيه 10,000 بني ادم غالبا واقفين كلهم لابسين اسود، مع ان ده مش العادي بتاعنا، بس كل ده لابس عشان صبري. فده طبعا معنويا فرق اصلا من قبل اي حاجه، ما تشوف الناس دي كلها جايه عشان صبري. اللي انا شفته ده يعني هو حاجه كبيره جدا، ده طبعا صبري ما شافهاش، واكيد كان نفسي صبري يشوفها. بس هي الحاجه دي انا مثلا زي ما تقولوا انا كنت زعلان ساعتها في الماتش، بس الحاجه دي فرقت معايا نفسيا، واتبسطت بعد ما شفت حاله الجمهور اللي عملها والتيفو الجميل جدا اللي عمله. وده حاجه كانوا متعودين عليها من جمهور الزمالك، بس هو اللي انا شفته اللي هو كان حدث بالنسبه لي، حدث كبير يعني. نزلت التراك لقيت الناس دي بتسقف وبتهتف لنا، وبعدها بتغني لصبري وبتهتف لصبري. فده طبعا فرق ان انا اطلع اصلا اقف قدام الناس دي كلها، والناس دي كلها بصالي، والناس دي كلها بتهتف عشان بابايا انا، عشان الراجل دوت. ببص فوق بشوف الجمهور، يعني اتخضيت من المنظر والجمال اللي عمله الجمهور بصراحه. وشفت الهتاف باسم واحد باسم صبري،
طبعا خليني فخور ببابايا وباللي عمله، وان شاء الله يعني هكمل مسيرته. البنرات كان كتير، كل الكلام متسجل، بنكسب بشأن صبري مرفوع بعرض المدرج من تحت. فلا كان يوم من يعني لو ما كانش احسن يوم في حياتي، يوم من اعظمهم يعني. احساس ولاده نفسه قدامي، وان صبري قبل ما يتوفاه الله بيقول تكريمي من جمهور الزمالك بعد ما توفاني الله، ويحصل الكلام ده. هو كان حاسس ان هو رايح مش قاعد، وحاسس بالموقف نفسه. وان ولاده ينزلوا الملعب كلهم يتكرموا بالشكل ده كان موقف جميل بجد. دي اكبر نعمه انا مريت بيها في حياتي، وسايب بقى ورث كبير لاولادي وعيلتي بعد ما نبطل ونروح لربنا. لان الزمالك برضو هيجي عيد ميلادي، نادي الزمالك هو اللي هيكرمك وانت مش موجود. فنادي الزمالك ده بالنسبه لي انا هو حياتي. يعني نادي الزمالك هو حياه محمد صبري، هو اللي عمل محمد صبري. هو مثلت شويه النادي لفتره معينه من الزمن، ورجعت دلوقتي بقيت من جماهيره، وانا من جماهيره من قبل ما اروح نادي الزمالك. نفسي اقول له شوف الزمالك عمل لك ايه، يشوف جمهور الزمالك بيحبك ازاي. كان واحد من الناس دي، فهم قدروه بعد ما توفى وراح. الناس دي عملت له ملحمه، والناس دي ما سكتتش، والناس دي فضلت ورانا، والناس دي فضلت معانا. فانا يعني اتمنى ان انا اكون في يوم من الايام زي صبري، واسيب لاولادي الناس دي يكونوا اخواتهم الكبار. هو كان اخر ماتش في الدوري قبل الوفاه، اتفرجت معاه، كان ماتش طلع الجيش، قال لي باذن الله هناخد الدوري. في التاريخ الدوري ده برضو الناس فاكره باسم محمد صبري، وده حاجه تعب برضه ان هو ما خدوش في حياته. يعني الدوري دوت كنا مسمينه بدوري الكابتن صبري الله يرحمه، ودوري الجمهور. والنهارده بنوفي وعدنا معاك زي ما انت وفيت بوعدك معانا. الجمهور اللي ياما اتكلمت عليه دفعت عنه من غير ما تكون مستني مقابل، لانك واحد منهم. هو اللي هيكرمك وهيخلي الدنيا كلها تهتف باسمك يا صبري. عيالك هم عيالنا، اخواتنا، وهيفضلوا مننا للابد، وهتفضل في عقولنا وقلوبنا مهما مر الوقت وفات. وتفضل صبري اسطوره النادي. احنا اللي شجعنا وبصوتنا ياما فزنا، احنا صناع المستحيل. مرينا بألف محنة ولسه زي ما احنا واقفين في ظهر ونفسنا طويل. الاغاني نفسها يعني لما بشغلهم بحس ان جسمي بيقشعر نفسه، وبحس ان انا يعني حبيت الاغاني دي من جوايا. يعني بنحارب لتاريخنا، تاريخ كبير الكل شاهد عليه، الكل عارف قيمته. كل سطر فيه اتكتب بعرق رجال حربه للثانيه الاخيره، وهيحافظ عليه فرسان بروحهم ودمهم. من 911 بدأت حكاية نادي اسمه قصر النيل، في أرض متعوب عهد كتبوا القدر. نادي المختلط من هنا نور انتشر، ألوان الأبيض والخطوط الحمراء والشعار اللي جوا فارس. تغييرات فنيه وذبذبه في الاداء، لكن احنا لسه متمسكين بالحلم، الحلم اللي عشناه كلنا وصدقناه، وهنفضل نحارب عليه، واثقين في اللعيبه وسط كل اللي بيحصل، قضايا وايقافات قيد وصاحب ارض النادي، لكننا لسه واثقين فيهم، واثقين في واحد من ولاد النادي اللي جاي في مرحله وظروف صعبه، لكن دايما مؤمنين ان هي دي اوقات الرجال وابناء النادي الحقيقيين. الدوري ده شاف كل المواقف الاستثنائيه من جماهير وفريق قرر يواجه المستحيل. دروب حصل، المدرب مشي، ديربي في مدرب جديد، فضلت الدنيا ابس اند داونز لغايه شهر ديسمبر، لغايه التوقف بتاع كاس الامم. بس كده كده جمهور الزمالك حاضر. الجمهور بقى عمل حاله غير طبيعيه مع اللعيبه، لان اللعيبه نفسها تحولت. يعني اللي بيلعبوا ماتش دجله والمحله من اول يوم هو حاسس بكل حاجه في الفرقه، هو عنده علم. بس زي ما انا بقول لك، في ساعات الظروف والحاجات اللي بتحصل بره الملعب دي لوحدها برضه ساعات بتديك دفعه. الناس اللي في المدرج دي ما لهمش ذنب، الناس اللي في المدرج دي انت ما تعرفش هم بيعملوا ايه، وممكن واحد يبقى مش معاه حق التذكره يفضل يبيع موبايله عشان يروح يتفرج عليك. لما تلاقي ست كبيره في المدرج واخده ابنها الصغير وراحه في الاستاد عشان تتفرج عليك، فانت كلاعب كوره لما بشوف الكلام ده انا هنسى كل حاجه. بالنسبه لي الجمهور هو المحرك، هو الحاجه اللي بنتسند عليها.
في وقت الخساره قبل المكسب. بس عشان كده فرحتنا بتبقى مختلفه بعد اي بطوله يعني. بكل الظروف والازمات اللي مرينا بيها، لكن شعارنا كان دايما ايماننا بنفسنا وبرجوله لاعيبتنا، والنهارده جينا وساندنا من كل شارع في مصر، وهنفضل دايما على العهد في ظهرك يا زمالك. الناس دي ما تسمعش الا صوتنا احنا بس ايا كانت النتيجه. احنا بندافع عن اسم الزمالك اللي هيفضل موجود فينا، بندافع عن اسم الوايت نايتس. عشنا معاه اجمل الذكريات، حاضرين في كل استاد وبنصنع معجزات. رحلتنا معاه ملاش اي مثيل، فرسانك موجودين عايشين يحموا العريق. ما عنديش غيره. وعيطت وقلت ما تروحش، ما عنديش غيرك، انت وحيدي. كان بيستنى الماتشات بتاعت الزمالك. عمل في اخر حاجه كان بيكتبها في الاجنده بتاعته، والحاجه قاعده وتقول لك، كان يقول لك دايما الفكره ما تموتش، اللي بيموت ده عادي، اي شيء يموت، انما الفكره بتفضل في دماغ البني ادم. هو يوسف مش هيتناسي، هو مكان انا اتمناه واي حد يتمناه. حقهم علينا اننا نفضل نحكي حكايتهم ونخلدهم في وسط جمهور الزمالك للابد، مش مجرد رقم او حتى ان حكايتهم تقف عند جيل معين. الشهداء بالنسبه لنا هم اخواتنا اللي هنفضل متاثرين بفراقهم طول عمرنا، هم اللي هيفضل الجروب يتوارث قضيتهم وحكايتهم من جيل لجيل. بالرغم من كل التعنت اللي واجه المجموعه للسفر لزامبيا، لكننا اصرينا على حضورنا واننا نكون موجودين يوم 8 فبراير جوه المدرج، ندعم فريقنا ونوصل رسالتنا ان ال20 دايما عايشين في قلوبنا. مش هينجح الوقت انه ينسينا ولا هنخلف عهدنا معاهم مهما كانت الظروف الصعبه. يا امي اوعي تبكي في يوم، ذكرى الشهيد محال تهون، الذكرى في بالنا مكمله، نحييها بروحنا ودمنا. وباسم الفرسان وباسم حكايتنا وبإيماننا بقصتنا وبتاريخنا واسمنا، تاريخ واسم عظيم ممتد لأكتر من 115 سنة. كل سطر في تاريخنا اتكتب بملحمة، وكل شخص قدم حاجة للنادي فضل عايش في ذاكرة الجمهور على مر الأجيال، فضل عايش بطل في عيون ملايين من الناس وسايب ولو ذكرى واحدة هتفضل عايشة سنين وسنين مع جماهير الزمالك، واسمه هيفضل يتذكر وصورته هتفضل مرفوعة. الماتش ده والله اول ما شفت انا جسمي اشعر انها طلعت كلها مره واحده كده، شكلها حلو قوي، وبعدين يعني بتحس ان انت عملت حاجه. حسيت كرمت، حسيت ان انا خدت التكريم اللي ممكن انا ما خدتوش بعد اعتزالي مثلا، ان انا ما عملتش ماتش اعتزال، فالموضوع كان. فالناس دي اللي تعمل كده هي بتدي رساله، لا اقف هنا، اقف، النادي ده ليه ولاده وليه رموزه، الناس اللي احنا حبينا الزمالك عشانهم احنا بنقدرهم وبنحبهم وبنرفع لهم صورهم النهارده، عشان في يوم من الايام الناس اللي بتلعب في الملعب دلوقتي دي تبقى صورها بتترفع هنا. واعتقد ان اللعيبه اللي بتلعب نفسها برضه لما تبطل يبقى ليها سناره كده، يعني دي حاجه اكيد بتبين قد ايه هو كان ليه تواجد في النادي، يعني يثبتها للنادي ويعمل تاريخ في النادي عشان بعد كده بعد ما يبطل يكون ليه حاجه زي كده. ده حلم اي لعيب يعني. تحب النادي اكتر من انت بتحبه بسبب ان الناس بتقدر، يعني الناس فاكره اساطير من سنين، يعني الناس من سنين صورها بترفع في الملعب، فاكيد طبعا الواحد يعني نفسه ان شاء الله في يوم من الايام كده يبقى وسط الناس دي. والله العلاقه ما بين الجمهور وما بين اللعيبه على مر العصور في نادي الزمالك علاقه مختلفه جدا. يمكن الواحد وهو دلوقتي في الملعب بيشوف اساطير وناس في تاريخ الزمالك عملوا تاريخ مع الزمالك، الجمهور فاكرهم لحد دلوقتي وبيرفع صورهم وبيهتف باساميهم، فدي حاجه بتدينا دفعه جدا، ان احنا دفعه كبيره جدا ان احنا هنموت نفسنا عشان خاطر النادي وعشان خاطر الجمهور دوت. 90% من الناس اللي بتبطل كوره ما حدش بيفتكرهم بحاجه، لما تيجي انت كجمهور ترجع ذكريات الناس دي كلها. وفي وقت فارق من الموسم كان لازم رسالتنا تكون واضحه، ان ده وقت كل ولاد النادي، وقت التكاتف الحقيقي لكل افراد المنظومه، ورساله لكل واحد لابس تيشيرت الزمالك. انت عندك فرصه تاريخيه انك تسطر اسمك جنب اسامي الاساطير دول وغيرهم، وان صورتك تفضل عايشه في اذهان الجماهير وبتتوارثها الاجيال وبتحكي عنها. فرصه انكم تكسبوا اللي اهم بكتير من الفلوس والمصالح الشخصيه اللي بتختفي مع الوقت. حاربوا عشان الزمالك،
التاثير اعلاميا في الصور اللي اتحطت دي. في لعيبه لما اتحط صورها كبار بداوا يراجعوا حساباتهم مره اخرى لما ما لقوش صورهم في استاد اسماعيليه، قالوا ايه ده؟ طب واحنا مقصرين في ايه؟ هل عشان احنا بنساير الاعلام وبنيجي على الزمالك في الاعلام الناس دي نسيتنا؟ شفت الوايت نايتس كمان بتفيدك اعلاميا، خد بالك. الناس تفتكر ان الصور دي تخليد بس للناس، لا دي كمان حاسبه ناس من غير ما تحس. فهنا الوايت نايتس اعلاميا ساند الزمالك من غير ما يحس. فالوايت نايتس اللي هم يعملوا حاجه زي دي بتخلي كل حد موجود في الملعب لوقتنا هذا بيموت نفسه عشان يوم من الايام يتعمل له نفس القصه دي، لان القصه دي ما بتحصلش كتير، بس بتحصل مع الناس المخلصين. فانت هنا انت حطيت قواعد تقول للناس بص ادي اللي شفت راحوا يمين وادي اللي راحوا شمال، ادي الناس اللي هتكمل معانا هتخلص لنا هنبقى عامله ازاي، وادي الناس اللي هنخلدها في المدرج طول العمر وطول هتبقى عامله ازاي. انت عايز تختار دلوقتي الفلوس والمكسب السريع اللي كده كده الفلوس مهمه زي ما بقول حاجه، بس في النهايه في العالم الاستهلاكي اللي احنا عايشين فيه ده هتروح، لكن اللي باقي هو التخليد للجمهور الزمالك. فلوس مش دايما يمكن في يوم من الايام فلوسك دي تخلص في يوم، بس حب الناس ده ما بيخلصش. وعشان نحارب لازم نكون عيله واحده، عيله قويه ومتكاتفه، مفيش حد قادر يكسرها او يزرع ما بينهم الفتن والشيطنه. عيله بسطتها حب الزمالك ومصلحته، اي هدف تاني مش هنسمح بوجوده، واي حد هيدور على منفعه شخصيه ومصالح بتخدم اسم غير الزمالك مش هيكون جزء منها في يوم من الايام. واي واحد واقف قصاد الزمالك وجماهيره مش هيبقى واحد من افرادها مهما حصل ومهما مر الوقت. بدأ يعمل الدخلات اللي بيعملها وبدأ يقف ويدعم بالشكل الطبيعي اللي بيعمله كل مرة. حسيت ان فعلا البطولة ممكن تبقى قريبة مننا جدا. احنا مصدقين، احنا لسه برغم كل المشاكل الزمالك رجله في البطولة. الزمالك بيحقق الفوز الخامس على التوالي في الملعب، وثقتنا بتزيد في اللعيبه ومعتمد جمال. من المدرج بنقول لهم استمروا في هدفكم وكملوا الملحمه. موسم اسطوري ما بين ايديكم، ما عندناش اي بديل انه يضيع. استمروا واضغطوا على المنافسين، دوسوا على اي حد في طريقكم. اسم الزمالك اكبر من الكل، هويتنا وشخصيتنا اقوى من فلوسهم ونفوذهم والوهم اللي بيبيعوه لجماهيرهم. من 2015 والجروب كان قراره وموقفه واضح ان ملعب الدفاع الجوي هو محرم على اولاده. مش لاي سبب غير اننا مش قادرين ننسى، لسه فاكرين كل المشاهد وكل اصحابنا وكل الناس اللي وقعت وماتت قدامنا. احنا مش قادرين، بس في ناس ما عاشتش القصه ممكن تكون قادره تعمل كده. الزمالك محتاج جماهيره في ماتش مصيري، لكن اللي احنا عشناه كان اكبر بكتير من كده، اكبر من ماتش كوره ومشاعر ممكن تنتهي مع الوقت. الجروب قرر انه مش هيحضر كالعاده، لكن قرر في نفس الوقت نلبي نداء جماهير الزمالك ولكل شخص قادر انه يروح ويشجع الفريق. ساكن قلوبنا ونسيطر على العقول، يا عظم كيان شوف وراك كم مليون، بينادوا معاك نحارب لك ونموت. الزمالك مكمل في طريقه ومسيرته، وبرغم من كل الضغط اللي بيحصل بره الملعب، بالرغم من كلام الناس عن استحالة المنافسة، بالرغم من إيقافات القيد والمشاكل المالية، بنوصل للفوز الثامن على التوالي.
هدفنا قدام عينينا وخطواتنا ثابته للبطوله، ولسه الحلم مكمل ومش هنتنازل عنه. تجميعة الوايت نايتس اللي لعيبه الزمالك ورموز النادي واهالي العشرين وعمرو حسين ما كانش قرار جه بالصدفه او حتى قرار لحظي، ده كان هدف ومشروع الجروب شغال عليه من سنين طويله، ان كان لازم في يوم من الايام المنظومه دي كلها تكون عيله واحده وايد واحده ورا الزمالك. لازم تكون في عيله بتحارب على اسم الزمالك وتاريخه وحقوقه وحقوق جماهيره. لازم مبدا العيله اللي اتطبق ونجح على الجماهير يكون شامل كل عناصر المنظومه. لما تبقى قاعد ماسك الموبايل يجي لك رساله من الوايت نايت احنا عازمينكم كذا 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 كذا، وتروح تلاقي كل الناس اللي انت بتحبهم واللي اتربيت عليهم نجوم بقى واساطير وكل الكلام ده وجماهير موجودين في اليوم ده، دي رساله مهمه جدا 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 جدا. وده بيقول لك ايه بقى؟ اللي المنظومه الوحيده الثابته اللي مفيش حد بيقدر يخش وسطهم واللي هم فعلا عيله هو الوايت نايتس. انتوا اللي خليتوا نادي الزمالك يقف على كده. الناس كلها عارفه الكلام ده. احنا كاولاد النادي القدام هتلاقينا اتجمعنا. بص على لعيبه في الملعب اتجمعت بشكل مختلف، اللعيبه بقت بتقاتل، اللعيبه بقت بتموت نفسها. هو ده مبدأ العيله، هو ده اللي عمله جمهور الزمالك، التجميع حوالين حتى الاعلام ما بقاش قادر يخترقها. لا يوم فرق مع النادي بشكل عام بشكل كبير جدا، وفرق مع فرقه الكوره بشكل خاص بقى بحاجه كبيره جدا، انهم لسه مصدقين فينا. اول مره اشوف حاجه زي كده بصراحه، تجمع مثلا بالرموز كلها، باللعيبه الكبيره، بكابتن الفرقه. موضوع دخل الناس كلها مع بعض ومشينا كلنا على تراك واحد في توقيت كان صعب، كان عنق زجاجه في الموسم يعني. كله مترابط، كله عيله واحده عشان خاطر الزمالك، وده الهدف اللي الوايت نايتس كانوا حاطينه من بدايه الموسم. واسم العائله بالنسبه لي انا كايشو، يعني انا كنت ببقى شايف ان دي نقطه في الموسم، كانت نقطه مهمه جدا، وهي جت في توقيت كويس قوي في الموسم، وهي قربت فعلا الناس كلها من بعض. جمهور الزمالك غير يعني، او الزمالك غير، ما اعتقدش برضه الحاجات دي حصلت قبل كده. فلما هم يعملوا كده وتروح واليوم يطلع كويس وتنبسط ونغني وننبسط ونشوف الاغاني الجديده ونحلوة بنحكي فيها عن صفحة من الإبداع تفضل عايشة لولادها على مر الأجيال. لو فاكر دي النهاية لسه نبهرك كتير، إنجازاتنا مكملة إحنا التاريخ الكبير. أنا اتربيت هنا وأنا موجود هنا، ودي العزوة ودي القوة بتاعتنا. إحنا هنا، واي حد عايز يخش نادي الزمالك يبقى من هنا، واي حد عايز يتكرم من نادي الزمالك يبقى من هنا. مش زي في رمضان بنتجمع كلنا نفطر مع بعض، وتبقى من احلى الايام اللي بتعدي الواحد بيستناها من السنه للسنه، لان بتشوف عيلتك فعلا، بتشوف اللعيبه اللي في الالعاب التانيه، بتشوف جمهورك، بتشوف الناس اللي قريبين ليك، تحس ان انت فعلا وسط عيلتك يعني. وبرضه عشان ما انساش، جمهور الزمالك مش بيفتكر بس الناس اللي لعبت بتيشيرت الزمالك، لا، في ناس لعبت في الزمالك بس في المدرج. فالوايت نايتس بيدي رساله، بيقول ايه بقى؟ الناس اللي ما لعبتش في الملعب ولعبوا معانا في المدرج ما بننساهمش. انبسطت جدا لما شفت اهالي الشهداء، اللي هو احنا بعد العمر ده، بعد الوقت الكبير اللي عدى ده، وناس تبقى جايه لك من الصعيد، من اهل الشهداء جايه من الصعيد، شفتهم وقعدتهم وحضنتهم وقعدنا نتكلم على الزمالك، وقد ايه احنا مبسوطين اللي هم موجودين، وقد ايه هم مبسوطين اللي الناس فاكراهم لحد دلوقتي. انا عارف ان اولادهم في حته احسن دلوقتي، بس لما الناس بتيجي برضو من اللي منك يطبطب عليك، دي اعظم حاجه حصلت من وقت طويل في جماهير بتفتكر كل صغيره وكبيره على مدى 20-30 سنه، وبتقول لك اللي هو انا، الناس بتطبطب عليك، يعني ام الشهيد ولا ابوه ولا اخوه محتاج حد يطبطب عليهم، بس هو مش عايز حاجه. هو جاي لابس شيرت الزمالك مش عايز حاجه، اللي جاي من الصعيد ده مش عايز حاجه، هو عايز بس يقف كده
يفتكر لحظات ابنه وهو قاعد في البيت وهو بيلبس شيرت الزمالك وبيطلع من البيت عشان رايح الاستاد. والد عمرو حسين كان موجود وقال انا ربنا خد مني ابني بس عوضني بعيله، عوضني بشباب زي الورد، كلنا بنقوم نحضنه ونبوسه وانت ابونا. ليه؟ نعمل كده عشان الناس دي والجروب ده والوايت نايتس علمونا يعني ايه عيله. في كل رمضان يبقى لينا تجميع كلنا نعملها تاني، لان دي من احلى الايام اللي حصلت لي في حياتي. والعلاقه ما بين الجمهور وما بين اللعيبه في نادي الزمالك علاقه مختلفه، علاقه ابديه زي ما الناس بتقول يعني. بعد الفطار الناس صدقت اكتر. مشهد اللعيبه وهم واقفين وسط ولاد الجروب كان جرعه من جرعات الامل اللي انتقلت لجماهير الزمالك كلها. بالرغم من كل ابواب اليأس اللي كان في ناس بتحاول تفتحها علينا، لكن احنا قدرنا نقفلها كلها. وقدامنا مصلحه الزمالك والبطوله وبس، وكلنا في ظهر بعض علشان نحقق اهدافنا. أنا أعيش وأموت وأتنفس بالزمالك، الزمالك، الزمالك. انا شفت ناس بتحاول تستلف عشان تجمع تمن تذكره وتسافر وتحضر الماتش مع الزمالك، شفت ناس تاخد اجازات من شغلها بدون مرتب عشان تسافر مع الزمالك، شفت ناس مش فارق لها هي فين ولا مسافره في بلد جديده ولا مسافره رايحه حته جديده، هي اهم حاجه عندها انها تروح تشجع الزمالك. في الحال الناس دي محدش من الناس اللي بتتفرج في التلفزيون عادي تعرف الناس دي بتسافر ازاي ولا بتطلع ازاي. كانت الناس دي بتبيع موبايلاتهم وتبيع اللي عنده لابتوب بيبيعه واللي عنده اي حاجه بيبيعها عشان يبقى موجود بس في سفريه ولا يجيب تيشيرت الزمالك ورا الفرقه. الناس دي بتبقى موجوده والناس دي بنشوف فيديوز وصور هم جايين في اتوبيسات وقطوره وطيارات، فلا طبعا كان بيدينا دفعه قويه جدا. وكنا يعني لو واحد مثلا بيدي 80 90 بيدي 100 واكتر كمان 100% عشان خاطر الناس دي. الجمهور حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، والبسبيتلي ده لما احنا نطلع نلعب بره بيكونوا موجودين معانا وبيشجعونا مهما كان النتيجه، فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا لينا وبتدينا روح عاليه جدا. بتعمل كل ده عشان عايز الزمالك يبقى حاجه كبيره، عايز الزمالك يرجع لنفسه ومكانه تاني. من كل مكان جوه مصر لاراضي الجزائر حضورنا بنفس القوه، موجودين بنفس الشغف، وصوتنا واصل للسماء. مش بس فرقه نادي الزمالك ولا الجهاز الفني بيعملوا معسكر اعداد ولا مدير الكوره، جمهور نادي الزمالك بيعمل الاصعب من ده. جمهور نادي الزمالك بيبص لقدام، حجز التاشيره طلعها دخول مرتين للجزائر وكان على علم كل حاجه. راحوا، انا فاكر ماتش شباب بلوزداد ده من اصعب الماتشات اللي واجهت نادي الزمالك في الموسم للجمهور. لعبة المدرجات هي جزء كبير من تاريخنا. بنستنى اللحظة والفرصة اللي يكون قدامنا فيها جمهور علشان نقدر نوري الناس مين هم الوايت نايتس. ستضرب بجناحيها السامين كل من يعكر صفو الملك. بعد 10 سنين غياب عن المدرجات بنرجع وبنبدع، بنواجه مجموعات ما غابتش ثانية عن المدرج وعن المنافسة فيه،
ورغم كده بمجرد وقوفهم قدامنا بيعرفوا قيمة الوايت نايتس وقيمة مدرج الزمالك التاريخي. ستضرب بجناحيها السامين كل من يعكر صفو الملك. انا شايف ان كم الدخلات اللي حصلت في الموسم دوت ما حصلتش في اي حته قبل كده. كل ماتش جمهور الزمالك بيفاجئنا بحاجه. اول ما بتنزل الملعب قبل ما الماتش يبدا وبتشوف الجمهور مع الدخله كل ماتش بحاجه مختلفه، بتدي دفعه كبيره جدا للعيبه. مشهد برضو مش هنساه، كان يومها في ماتش كوره ومعظم الجمهور كان رايح ماتش الكوره ده، كان في افريقيا تقريبا، كان ماتش مهم جدا يعني. احنا جالنا الناس بس قليلين، بس فعلا يهزوا الصخر زي ما بيقولوا يعني. نتبسط ونروح الناس دي مبسوطه، والحمد لله بمؤازره الناس بتشجيعهم 40 دقيقه الناس ما بتسكتش. الحمد لله ربنا وفقنا، والشوط الثالث ابتدينا نفرق عن مصرية اتصالات والماتش خلص. وبالنسبة لي دي من أغلى البطولات عليا في حياتي، فإن جمهورك يكون موجود معاك في وقت انتصار ده بيزود للحدث كتير جدا يعني. مهما أحكي لك حجم الظروف اللي اللعيبة لعبت فيها السنة اللي فاتت أنت مش هتتخيلها. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلينا مكملين الناس اللي بتيجي ورانا. ازاي الوايت نايتس بتتعامل مع اللعيبه، ازاي بيبعتوا لهم بعد الخساره قبل المكسب. كل الحاجات دي كانت بتدينا حافز وبتدينا موتيفيشن ان ازاي لازم نكسب عشان الناس دي. فالحمد لله ربنا وفقنا يعني. بصوتنا نجيب الفوز وبايدينا نرفع البطوله، هو ده ايماننا بنفسنا، وهو ده الدور اللي مستحيل نتنازل عنه كل ما هنشوف اسم الزمالك موجود. اللقطه بتاعت ان انا اخد الكاسه دي للكابو بتاع الوايت نايتس هي حاجه عفويه يعني، حاجه ما كنتش بفكر فيها قوي، بس تحسها حاجه رد الجميل يعني تحس عارف لما حد يقف في ظهرك ويقومك ويبقى واثق فيك ومؤمن بيك. فوقت المكسب لازم تقول له انت شريك معايا في ده، بل بالعكس انت ليك الدور الاكبر ان انت وصلتنا لده النهارده. لان تاني حجم الظروف اللي مرت علينا السنين اللي فاتت انت مش متخيل هي كانت عامله ازاي. وانا كل محنه في حبك بتقويني والاخر عمري زملكاوي دي، لان فعلا الزمالك ظروف صعبه جدا، فكل محنه فعلا بتعدي على الفرق وعلى اللعيبه هي فعلا فرصه ان هي تقويك اكتر وتديك دافع اكتر وتديك حماس اكتر. احنا مجموعه بتحب نادي الزمالك ومعاه لحد اخر لحظه، وهنموت نفسنا ومصدقين نفسنا وكنا مصدقين نفسنا ان احنا هنحاول بعد ما الناس سلمت، واحنا لحد دلوقتي هم مصدقين نفسنا والناس مشوا ورا الحلم بتاعنا. نكمل في الحلم ده، احنا ناقص شهر هنموت فيه نفسنا وهنكمل للنهايه. الماتش النهارده ماتش لازم نكسبه وهنكسبه بصوتنا. الدخله هي رساله. رسائل المجموعه واضحه في كل ماتش، مفيش بديل عن البطوله، مفيش بديل عن الدوري، وفي كل الظروف دي احنا قادرين ناخد الدوري. انا واحد من الناس كنت بنزل الملعب اول حاجه بعملها ببص كده اللي هو عاملين ايه النهارده، عايز اشوف. فلما بشوف الصوره دي تحس ان انت عارف لما تبقى الصوره بالنسبه لك تبقى كامله، انا تمام النهارده انا هنزل اموت نفسي عشان خاطر الجمال اللي اتعمل فوق ده. فانا لازم في الملعب النهارده انا همتع الجمهور ده. الزمالك بطل اللحظات الصعبه، واحنا مصدقين حلمنا ومصدقين دورنا وراه.
النهارده ليله مهمه ومحطه محوريه في طريقنا للفوز بالدوري قدام منافسنا على البطوله. رسالتنا كانت واضحه من المدرجات، ولاعيبتنا كانت حاضره وعلى قد المسؤوليه، وقدرت تخطف الفوز وتحافظ على الصداره. فوز بيقربنا اكتر، و3 نقط في طريق تحويل الحلم لحقيقه. لما يلاقي ناس بتطلع بره المسار هتقف، لما تلاقي ناس محتاجه انك تشجعهم هيشجعوك، لما بيحتاجوا الناس بعد ماتش اهلي وزمالك انت مغلوب 3-0 والجمهور بيشجعك. هي اللقطه الاعظم في الموسم ده، لان انت خد بالك انت بتتغلب من الخصم التقليدي. يعني انا ما شفتش حاجه زي كده مثلا من 3 سنين ان انا قعدتهم في النادي، ان بعد ماتش الديربي ان احنا حد هينتقد ولا حاجه. لا ما شفتش حاجه زي كده بصراحه، وحاجه فخر ان احنا معانا جمهور زي كده واعي، وان احنا ان هو يقدر يكمل معانا المشوار كله وفي ظهرنا دايما. اللي احنا في فترات بنكون فيها مش كويسين في الماتش او مثلا بنخسر ماتش والجماهير بتفضل معانا في ظهرنا، فدي الحاجات دي بتكون صعبه علينا جدا. المسؤوليه قرار ورؤيه، وفي لحظات ممكن يتسرب اليأس والغضب جوه كل الجماهير. شيء وارد وطبيعي ومنطقي وانت خسران في ماتش ديربي رغم انك رايح على امل كبير، لكن دور المسؤول عن المدرج هنا انه ما يتأثرش. دورنا اننا نبص لقدام وللهدف الاكبر، وفي جزء من الثانيه كان القرار اننا مش هنهد المعبد عشان خساره ماتش، ومش هنكسر لعيبه عملوا موسم استثنائي ولسه قدامهم بطولتين في الملعب. هدفنا هو البطوله، مش تفريغ طاقه غضب وقت الزعل لارضاء النفس على حساب الفريق. واحنا لسه مكملين في جولاتنا والحلم اللي حلمناه واللي مش مستعدين ابدا نتنازل عنه، لو لحظه انكسار او فرحه انتصار وراك جمهور اسود عمره ما انهار. الموضوع كان بالنسبه لي صعب، وكان في كوبليه في الاغنيه انا كل ما احنا في حبك بتقويني ديت، كانت بالنسبه لي ما قدرتش اكمل، ورحت لف ورجع. كان الونش هو ساعتها كابتن الفرقه في الماتش دوت. جمعنا اللعيبه كلنا ورحنا للجمهور وقلنا لهم لا لسه، حتى لو احنا اخطانا او احنا ما كناش يعني الماتش دوت معانا التوفيق، بس لا احنا ان شاء الله لسه مكملين ولسه في المنافسه، وان شاء الله هنفرحهم يعني، وده اللي حصل. فده دور الوايت نايتس، ان هو بيهدي الناس وبيخلي المدرجات كلها كلمه واحده، وده اللي حصل اللي خلى المدرجات كلها تهتف للعيبه وان اللي جاي هيبقى احسن وانسوا اللي فات وركزوا في اللي جاي، ودوت اللي حصل لحد نهايه الموسم. قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. انا رايح اخد الدوري، ده اللي حصل السنه اللي فاتت. ماتش اهلي والزمالك خلص من هنا، احنا قاعدين بقى وكل الناس مستنيه اللي الناس هيحدفوا ازايز ويهاجموا اللعيبه ويعملوا كذا كذا كذا. مش احنا عملنا العكس اللي ما حدش فكر فيه تماما. لا بالعكس، واحنا مشجعين اللعيبه، راحوا سقفوا لجماهيرهم، مشيوا. انا كلاعب كوره لو حصل معايا كده هروح البيت اول واحد هعاتب نفسي انا اللي قصرت في حق نفسي وفي حق الجمهور ده. فرحت قابلت الناس هناك لاول مره في حياتي احضر تجمع، فحد من الشباب طلعوا هناك قال جمله انا من عمري ما هنساها. انا فعلا انهارت ساعتها، يعني المفروض انا رايح اقوي الناس، انا انهارت لما هو قال الجمله دي. هو قال للشباب، قال لهم ده شقاكم وتعبكم، ده شقانا وتعبنا، ده احنا سافرنا استلفنا عشان نسافر الجزائر، استلفنا عشان نسافر ورا الزمالك في الترحالات، احنا ورا الزمالك في كل حته. النهارده ما كانش فيه عدد تذاكر، خد بالك اتحجز كتير. فهو عايز يقول لهم اللي ده شقا انتوا، احنا النهارده اول هتضيعوا شقاكم وتعبكم، احنا مالناش دعوه باللعيبه ولا بالاداره ولا بالقصص بتاعتهم. بعد اقل من شهر بنرجع للجزائر تاني علشان افريقيا كلها تسمع صوتنا في النهائي، تسمع تاني النهارده الفرسان وهم بيغنوا ورا الزمالك، وبندعم لعيبتنا وبنأكد على مبدأ العائله اللي هيفضل بوصلة طريقنا طول الوقت. جه عزوني ووقفوا معايا واحنا في ظهرك وشوف انت عايز تعمل ايه واعمله. في كل جمله قلناها في اغانينا هي واقع بنعكسه للناس، وفي كل كلمه اتكتبت في بيان هي حقيقه احنا بنعيشها. احنا رجعنا للكورفه المصريه حياتها، ورجعنا نروح جوه المدرجات المصريه من تاني بشغفنا وحلمنا اللي صدقناه، وقصتنا اللي رفضنا نستسلم ونسيبها. ماتش الكونفدراليه ان جمهور الزمالك يعمل مدرج كامل اللي ما حصلتش في التاريخ الكوره كلها على مستوى العالم الا مره واحده بس،
حسيت ان جمهور الزمالك فعلا مصدق في لعيبته، مصدق في ناديه، مصدق في اسم ناديه. الوايت نايتس اللي كان بينافس نفسه كل دفعه ده اقوى من اللي قبلها، كل ماتش كان الماتش اللي جاي هل وارد نايتس هيعمل ايه تاني. حاجه من الحاجات اللي ممكن محدش شافها وانا شفتها بعيني، ليله ماتش اتحاد العاصمه نهائي الكونفدراليه لما الجروب والوايت نايتس قرروا يعملوا دخله في الاستاد كله، كل الاستاد لاول مره في مصر. ولك ان تتخيل الدخلات دي بمصاريف مرعبه، يعني احنا بنتكلم في احسب اللي بيتفرج علينا يقول الجلاد الواحد اللي بيترفع واحد ماسكه في ايده ده قول ب 2 جنيه، مفيش حاجه ب 2 جنيه في مصر دلوقتي، بس قول ب 2 جنيه اضرب في عدد الكراسي، في عدد الدخلات، في عدد السيزون، والناس دي بتجمع فلوس من بعض عشان تعمل الكلام ده. انا شفت بعيني ناس نايمه من بالليل لتاني يوم بالليل بعد الماتش في الاستاد في ارض الملعب على الارض. شفت ناس نايمه جنب المعدات وجنب الطبل وجنب الدخلات وجنب الجلادات عشان مفيش حاجه تبوظ. شفت ناس بتنام قبل ما تنام تحط الجلادات على الكراسي وتصحى الصبح تعيد عليها تاني. شفت ناس ما بتخشش بيتها لمده يومين 3 وبيروحوا يرفعوا مقاسات الاستاد، ده شفته بعيني. النهارده بنكتب تاريخ جديد مش بس للوايت نايتس او مدرج الزمالك، احنا بنكتب تاريخ جديد لمدرجات مصر. النهارده بنحقق حلم كبير لاحلام الجروب، النهارده نعمل استاد القاهره كامل. الحلم ده مر عليه اجيال كتيره كانت بتحلم ان هي تحققه، النهارده بنحققه من اجله. بنعمل حدث لاول مره في تاريخ جماهير مصر بمختلف الانتماءات، قررنا نعمل دخله على الاستاد كله. فكره ما اتنفذتش قبل كده بس كانت دايما في الحسبان والخطه. دخله النهارده ممكن الناس تشوفها ان هي دخله بيزك او دخله بسيطه، ان هي الدخله بالنسبه لنا ليها عمق كبير جدا، ان هي بتمسنا وبتمس كل التفاصيل اللي احنا عشناها على مدار الموسم. من البدايه احنا عملنا بالزمالك اول دخله لينا كانت دخله كليف، والنهارده هو تكمله للي احنا عملناه كله على مدار الموسم. وزي ما قررنا كتير ان كل حاجه كانت مدروسه وكل حاجه كان محطوط ليها وقت مناسب، كنا شايفين ان ده الوقت اللي لازم نعمل فيه كده دلوقتي، ونثبت لكل اللي بيشوفنا ان مدرج الزمالك قادر يدعم ويشجع ويبدع ويرسم ويكتب تاريخ جديد للكره المصريه. كونفدراليه رحنا بتلعب فاينل في استاد القاهره والاستاد متقفل ودخلات والوايت نايتس عامل العظمه وبتخسر، الجمهور بيعيد نفس القصه تانية وبيشجعك وبص اللي هو انا كلاعب اللي هو انا ما قداميش حل الا غير ماتش سيراميكا اللي انا اكسبه. خسرنا الكونفدراليه وانا في الملعب، الناس كلها مفيش حد بيشتم، مفيش حد كلنا طبعا خيبه امل كبيره جدا بس الناس كلها بتشجع. خسرنا سيراميكا في الكاس، الناس بتشجع، ما كانش بتحصل دي قوي، ما كانش. وخسرنا من الاهلي 3 والناس بتشجع لان هم حاسين ان هم عملوا حاجه لازم يكملوها للاخر اللي هو الدوري. كابتن عمر اتكلم فيه بشكل كبير، يعني ان احنا زي ما انتم شايفين ماتش الاهلي حصل اللي حصل والناس ما شتمتناش، ماتش افريقيا بطوله قاريه في وسط ملعبنا وفي وسط جماهيرنا تضيع مننا، تعبنا فيها وكنا نقدر ان احنا نتمنى ان احنا ناخدها. زي ما انت عارف كل اللعيبه بتنزل ارض الملعب تتمنى ان هي تكسب، خصوصا لما تاخد بطوله في وسط جمهورك. الناس ساندت والناس كان في دعم، وزي ما قلت لك هم كانوا مأمنين ان الموسم دوت برضه هيبقى فيه حاجه برغم كل الظروف رغم كل المشاكل دي، بس هم برضه كانوا مأمنين فينا يعني. اداني حافز اكتر ان انا ان شاء الله انا عارف ان ربنا هيعوضني خير في الفتره الجايه وهيعوضني خير في الماتش الدوري. ماتش الكونفدراليه كان احساس غريب اللي احنا نخسر البطوله على ارضنا، ما كناش موفقين في الماتش ده، بس يعني قلنا خلاص ماتش وعدى وان شاء الله نجيب الدوري. يعني وقت انت تحس ان انت يعني في يأس شويه او ان انت هترمي الفوطه او لا، انت بالعكس الناس دي فوقتنا اللي هو لا لسه سيزون طويل، لسه قدامنا حتى لو البطوله ضاعت مننا لسه قدامنا بطوله تانية. بعد خساره الكونفدراليه اليأس بدأ يتسرب لجماهير الزمالك. الحزن على خساره البطوله خلى الناس ما بين جزء فاقد للامل في الدوري وجزء تاني متوتر وخايف من تكرار السيناريو. مشاعر طبيعيه لاي انسان شاف بعينيه المشهد وهو جزء منه، بس احنا قررنا اننا مش هنرمي الفوطه ولا هنخلي اليأس يدخل جوانا او الاحباط يبقى هو اللي متصدر المشهد. علشان كده رحنا في اخر ماتش واحنا بنلعب على دوري جه بعد تعب وشقه كتير علشان نقول للناس اننا مكملين واننا هنحارب لاخر نفس. كل واحد يبص كده لصاحبه ويفتكر احنا تعبنا
تفتكر احنا وصلنا بنقول الزمالك كله ان هو مصدق ان الزمالك لسه عايش في التمام؟ وفي لحظه ممكن الحلم بتاعنا ده كله يضيع عشان واحد ما بيشجعش ولا واحد باصص اللي جنبه ولا عشان احنا خلاص رفعنا دماغنا ورجعنا. احنا في حرب النهارده معركه، يا هنروح كسبانين يا هنروح كسبانين عشان مش هنضيع ساعه الموسم ده كله. كل واحد يبص للتاني ويفتكر هو تعب ازاي طول الموسم. كنا بنلحق من 3 ايام صناعه من الشغل للماتش للشغل عشان نوصل لليوم ده. لما يكون في الماتش النهائي والوايت نايتس يقرروا ينادوا 2 من اللعيبه يقربوا يقفوا معاهم عشان الكابوهات يتكلموا معاهم ويدخلوا اوضه اللبس بعد التسخين يوصلوا الرساله اللي قالها الكابوهات ليهم وللعيبه، دي حاجه كبيره قوي. والله ولا اي حاجه وهنكسب، بس ما يبقاش واحد عليا تاني. تعبكم اللي وصلنا هنا وتعبكم اللي وصلنا لهنا. كنا بجد بنتكلم من قلبنا ان احنا ان شاء الله هنيجي بعد الماتش وهنحتفل بالدرع مع بعض كلنا. الناس اتكلمت معانا، ده ماتش مصيري لينا كلنا وتعب موسم كامل، لازم تفضلوا لاخر ثانيه ايا كان نتائج الماتشات الناحيه الثانيه، احنا مالناش دعوه، احنا هنفضل في ظهر الفرقه. هم كانوا يستحقوا مننا التضحيه والقتال من اول يوم، هم يستحقوا الفرحه دي فعلا. وكنت فرحان جدا 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 والله العظيم بجد. يعني عايز اقول لك اليوم ده كان عندي عيد. الدخلات بتاع الوايت نايتس احنا كلعيبه طبعا كل ماتش بنقعد نتكلم مع بعض، يعني اللي هو يا ترى النهارده ايه شكل الدخله، بنقعد نبص نشوف ايه الرساله من الدخله. بصراحه يعني ما شاء الله كل دخله تبقى في احسن من اللي قبليها، وطبعا ليها في حاجات كتير قوي طبعا كانت بتدينا دافع ان احنا بنشوف الكلام المكتوب وصل لنا ده، يعني قرب لنا اكتر ان ده احساس الناس. بالألم والأمل الزمالك بطل الدوري في النسخة الأصعب في تاريخ النادي بظروف استثنائية كان بطلها الأول الجمهور، بالصبر والمعاناة، بالفقد، بشق الأنفس والجهد المستمر، بإيمان ولاد المجموعة وجماهير الزمالك. بتاعت السكارف على بتاع الوايت نايتس على الدرع، انا شايف ان احنا كلاعيبه زي ما احنا جزء من ان احنا الحمد لله قدرنا ناخد البطوله دي. انا شايف برضو ان الوايت نايتس جزء كبير طبعا في ان احنا وصلنا اللي احنا وصلنا له. فيعني لفته لتعب الناس اللي كانت بتيجي ورانا وتعب الناس اللي في المدرج اللي طول ال 90 دقيقه او طول السيزون اصلا ما بتقعدش، فدي حاجه يعني زي شكر ليهم يعني. اللي صدقونا من اول الموسم، حتى لما اول ما الحكم صفر كلنا جرينا على الجمهور وادينا لهم الدرع. ده فكره اللعيبه كلها وكباتن الفرقه كلهم من اول يوم، وكلامنا في اخر فتره بالذات ان احنا عايزين نفرح الجمهور وعايزين نموت نفسنا عشان خاطر نفرح الجمهور، واحنا بنحب بصراحه بعد اي بطوله بناخدها ان احنا كلنا مع بعض ناخد الدرع ونروح للجمهور. بالإصرار والكواليس والسفر ورا الفريق في كل مكان، بشد الأزر في اللحظات الصعبة وزرع الأمل في أوقات اليأس. بحناجر الفرسان وزئير المدرب، بصراعات اليأس ومحاربة الخوف، بكل من شارك ولو بكلمة، بكل من صارع الظروف لأجل المساندة، بكل من عاند آلامه ومرضه، ومن تجاوز عن حزنه وفقده، وكل من فارقنا وترك أثرا بيننا، وكل فصول الرواية التي لا تزال تكتب ولم تجف أقلامنا عن كتابتها. للتاريخ وللمهاويس وللضيف الخفيف الذي عاش وحيدا، ولكل من عشق ووقف بطوله يرفع اسم الزمالك بساعديه، لا ينظر من خلفه ومن أمامه، لا يرى بعينيه غير ناديه البطل، لكل من سند أخاه ليسير في طريقه لرؤية محبوبه الأوفى، لصبري والخال شبرا والعم شحاتة وعمر حسين والعشرين، لمحمد بلال الذي ضحى بسنوات من عمره من أجل راية الزمالك والمجموعة،
لنعم الصاحب والأخ، لفارس المجموعة المجهول لدى الناس والمعروف لها ولأبنائها بمواقفه، ولكل من مر بها وتعامل معه ولو في موقف بسيط. ترك بيننا ذكريات كثيرة ولكنه لم يتركنا أبدا، وسيظل معنا في كل مكان وفي كل وقت، لن يغيب عنا ولن ننساه يوما، وسيظل أشجع شجعان قصتنا وأوفى فرسان مدينتنا. ليه فضل في رجوع جماهير الكرة المصرية تاني في المدرجات، وهتفضل دايما ذكراه موجودة وسطنا، وسط مدرجات التالتة يمين، وسط الوايت نايتس. كل ما حدث هو أول سطورنا، وما زال للحديث بقية، وللحدوتة فصولا أخرى، ولقصتنا مع الزمالك مشوارا طويلا في المحاربة على كل ما هو قادم، من أجل عودة الأميرة السمراء والدفاع عن اللقب المحلي والحفاظ على شخصية وهوية كيانا كبيرا لا يموت وتاريخه لن يندثر، ونكون له السيف والدراع. طول ما انت لازم الرسالة دي توصل من أول يوم، وانتوا عليكم دور واحنا علينا دور. لكن احنا كدورنا كلاعيبه لا، احنا عارفين اللي احنا داخلينه صعب، وما كنتش تدي 200% انت مش هتعرف تاخد حاجه. بتستعجل في الملعب وبتلعب وبتحاول وبتدي 100 أو 150%. ما فيش حاجه سهله، واحنا لسه واخدين الدوري، ففي ناس كتير هتبقى نفسها ان احنا نقع، بس احنا ان شاء الله مش هنقع وهنكون مركزين. ما ناخدش اي كلام سلبي، حتى لو هو كلام سلبي بالعكس احنا نحوله زي السيزون ده كلام ايجابي، ان احنا دي حاجه لا احنا مش محتاجين نثبت، بس دي حاجه بالنسبه لنا يعني نادي الزمالك فبنغير على النادي. نادي الزمالك يعني اهم حاجه عندنا السنه دي دوري ابطال افريقيا لازم ناخده يعني ان شاء الله، ويكون ظهرنا في ظهر بعض، وباذن الله نرفعها كلنا مع بعض باذن الله. والحدوته مكمله، لان الحدوته لازم تكمل، لان الزمالك ملوش الا جمهور، زي ما انت شايف دلوقتي الظروف اللي بيمر بيها برضو الفريق، فالزمالك ملوش الا جمهور. ولسه الحدوته مكمله. لسه 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 الحدوته مكمله. حدوته مكمله. لسه الحدوته مكمله ان شاء الله. الحدوته عمرها ما هتخلص، الحدوته لسه مكمله. من أجل كل من شاركونا نفس الحلم، نفس الألم والأمل،